السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. النهاردة هنعمل التونة. جبت 3 سمكات، طلعوا 2 كيلو. هننضفهم، نفتح بطنهم كده وننضفهم حلو. بعد ما نضفتهم بقى فتحت البطن وقصيت الزعانف يعني. اهو هنقطعهم بقى لجزل كده. نقطع حتت كده، قطع يعني صغيرة شوية مش كبيرة. هنمسكهم بقى ننقعه في مية بملح بليمون، عشان المية اللي الدم اللي فيه وكده يروح وكده. ننقعه ساعة، ساعة ونص، حبة حلوين كده بشوية ملح بليمون. بعد كده بقى ما شطفته حطيته في المصفى يتصفى من ميته الزيادة. غليت شوية مية وحطيت ليمونة شرايح وكم فص توم وبصلة خضرة يعني. لو ما عندكش بصل اخضر ممكن تحطي بصل عادي، وحبة كمون، وهحط شوية فلفل وشوية خل كده قد معلقتين 3 كبار، وزيت شوية برضو قد معلقتين. نحط الخل كده قد معلقتين 3 كبار كده عشان الريحة يعني، ويبقى حلو عشان ريحته تبقى حلو مبقاش فيه زفارة. هنحط بقى شوية فلفل أسمر برضو وشوية زيت، حبة كده مش كتير. طبعا التونة شوفوا القطعة في العلبة بتبقى بقد ايه يعني، لكن ديت هيبقى أوفر بكتير وأطعم يعني. هنسقط بقى شوفوا البتاعة ديت، التونة بقت حلوة ازاي أما اتنقعت بليمون وملح قيمة ساعة أو ساعتين كده. شطفتها وحطيتها في مصفى الصفة من ميتها زيادة، وبعدين لما المية غلت بقى حطيتها في المية بتاعتها. هنغطيها بقى كويس ونسيبها على النار، على نار هادية قوي، 4 ساعات 5 ساعات لغاية ما تستوي. اهو بعد ما استوت نشلتها حطيتها في المصفى، بس انا كنت بيتها في التلاجة بقى بعد ما بردت، لان كان خلاص الدنيا بالليل، فقلت خلاص مش هنعملها يعني. عملتها الصبح. تمسكيها بقى تعملي الجلد بتاعها كده، تقشريه عشان لونه بيبقى اسمر. تشيلي جلدها كده. ممكن تعمليه بايدك يعني الجلد دوت، او تعمليه بمعلقة كده، تكحتي بمعلقة. اه شوفي السلسلة بقى بتاعت السمكة، ده دليل على سواها اهو. السلسلة اهي اللي بتبقى انشف حاجة فيها، تمسكيها كده تتفرج في ايدك كده، يبقى ديت مستوية. دي علامة السوا بتاع التونة. طبعا ما اترمتش، انا حطيتها لان كل حاجة فيها بتتاكل. الشوك دوت والعظم بتاعها دوت بيبقى فيه فايدة كبيرة اكتر من اللحم كمان.
هنعملها كلها كده ونرصها. لو عندك برطمانات رصيها، لو عندك علب. شوف الديل حتى برضو بيتفرك كده، واللحم بتاعها متماسك. ما تخافيش، ما تقوليش اللحم هينهار او كده، لا، بيبقى متماسك عادي. شوف القطعة اللي في ايدي ديت، هي يا دوب دي اللي بتتحط في العلبة، اللي هي وصلت بقد كده دلوقتي. هنصفي بقى المية بتاعتها. طبعا هي بردت، هنصفيها وناخدها نحط عليها خل قد نص، مع قد نص كوباية، نص كوباية خل كده كبيرة. طبعا الخل عشان يحافظ عليها. وهنحط برضو زيت، نحط برضو قد نص كوباية زيت برضو، ونقلبهم في بعض. ونحط الملح. انا ما حطيتش ملح المرة دي وانا بسلقها، وانا بنعمل يعني السمك. فهنعوض بقى بان نحط على المية عشان تدي طعم للسمك يعني. اه، هنحط شوية ملح كده ونظبط الملح بتاعي، مخليهاش حادقة قوي. اه، بقت مظبوطة. هنجيب بقى السمك، اديني رصاه كده جنب بعضه. نحاول كده ميبقاش فيه فراغات. نقسمها كده، لو هي يعني الحاجة مش مكفية نقسمها اهو. والحتت الرفيعة ديت نحطها في اي فراغ كده، ندفسها كده بحيث ان هي ايه، ما يبقاش فيه فراغ يعني بين القطع وبعضها. العلبتين دول هما ال2 كيلو. وفي شوية فرافيت كده هناخدهم نعملهم دلوقتي، ناكلهم يعني، نعمل عليهم زيت وليمون وكده اهو. شوية دول هنخليهم. هنحط بقى المية بعد ما نقلبها حلو كده، هنصبها في العلبة. طبعا بقية المية دي مش هكبها، انا هحطها في ازازة كده في باب التلاجة، بحيث ان أنا لو عايزة اخد منها واحنا بناكله يعني، بطلع حتة كده، بسيب المية اللي في قلب العلبة زي ما هي، واخد من دي، من اللي انا حطاها باب التلاجة. هنغطيها بقى ونحطها في التلاجة من تحت. ما شاء الله، شوفي عملت كام حتة. هنعمل بقى الحبة المفرفتين دول، هنحط عليهم مية برضو، وعليهم شوية زيت، ونقطع ليمونة كده ونعصرها عليهم، وبصل كمان اهو هنخرطه.
مم. نعصر عليها ليمونة كده ونحط شوية زيت. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وصفة بسيطة وسهلة.